بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. توفيق الحكيم هو أديب وروائي وكاتب مسرحي مصري، يعد من رواد الأدب الحديث وفن الكتابة المسرحية. ألف نحو 100 مسرحية و62 كتاب. ولد توفيق الحكيم سنة 1898 في مدينة الإسكندرية لأب مصري من الأرياف يعمل في سلك القضاء وكان غنيا، وأم تركية. التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية وهو في سن 7 من عمره، وأنهى تعليمه الابتدائي سنة 1915، ثم انتقل إلى القاهرة لمواصلة الدراسة في مدرسة محمد علي الثانوية لعدم وجود مدرسة ثانوية في بلدته. وفي سنة 1919 ونتيجة لتفاعله مع الثورة تم اعتقاله، إلا أن والده استطاع إخراجه من السجن. وفي سنة 1921 حصل على شهادة البكالوريا والتحق بكلية الحقوق وتخرج منها سنة 1925، وسافر لفرنسا لمتابعة الدراسات العليا. عمل بعد عودته من باريس وكيل للنائب العام لمدة سنة، واستمد إلهامه لروايته الشهيرة يوميات نائب في الأرياف من هذه التجربة، والتي تم نشرها سنة 1937. استطاع توفيق الحكيم الاطلاع على الأدب العالمي وخاصة الأدب الفرنسي أثناء تواجده في فرنسا، وبسبب تأثره بالأدب المسرحي وانجذابه إليه صدرت أولى مسرحياته باسم أهل الكهف سنة 1933. ساهم توفيق الحكيم في صحيفة الأهرام وكتب العديد من التحليلات السياسية والانتقادات اللاذعة، والتي انتشرت بشكل واسع عبر العالم العربي. من مسرحياته مسرحية أهل الكهف، مسرحية شهرزاد، مسرحية الملك أوديب، مسرحية بيجماليون، ومسرحية إيزيس. ومن رواياته رواية عودة الروح، رواية عصفور من الشرق، رواية يوميات نائب في الأرياف. توفي توفيق الحكيم سنة 1987 في القاهرة عن عمر ناهز 89 سنة. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.